بسم الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. حبايب قلبي، ايه رأيكم في الاكل الجميل النهارده كده؟ الفراخ اللي محشيه. بصوا الجمال، محشيه فريك ولا الملوخيه الخضراء ولا الفريك الجميل ولا الليمون بعصفر؟ ايه رأيكم في الحلويات والجمال والطعامه دي؟ هنقول ايه؟ يلا بينا هنخش على مطبخ عبير وماما على اليوتيوب وعلى الفيس ونشوف احلى اكله عملناها ازاي. يلا بينا يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب يكونوا دايما بخير وهنا وسعادة. بصوا النهارده هنعمل وصفة حلوة جدا. هنعمل طريقة حلوة قوي للفريك عشان يفضل معاكي حلو وجميل ويفضل كده مفلفل. احنا جبنا هنا كيلو من الفريك اهو زي ما انتم شايفين اهو. بصوا المية بتغلي، هنحطها بالمنظر ده. بسم الله الرحمن الرحيم. ثواني طب بس احطه واوريه لكم، خليكم معايا. بصوا حبايب قلبي، حطيت الفريك ادي تقليبه اهي زي ما انتم شايفين. بصوا الميه كانت بتغلي اهو بالمنظر ده كده. هنجيب الغطا هنغطي ونقفل عليه النار، وهنقفل عليه ونسيبه بقى شويه كده. وتعالوا نعمل مع بعض الكبد والقوانص ونشوف هنعملها ازاي. بصوا بقى يا حبايب قلبي البصل عملت ازاي. البصله دي كيلو قبل التنظيف اهي. بصوا بالمنظر ده كده اهو. وده كيلو كبد وقوانص غسلته وقطعته زي ما انتم شايفين الشرايح. هنحطه كده ونحط عليه شويه من الملح والفلفل والسبع بهارات وواحده مرقه، ونسيبه مع بعض بقى لحد لما تخش على السوا. وهوريكم بقى الفريك هيتعمل ازاي. لو جربتوا الطريقه بتاعت الفريك بالكبد والقوانص يا جماعه، الله اكبر الله اكبر، بيبقى جميل ومفلفل جوه الفراخ او الحمام. بصوا بقى هنا الفريك، تعالى بقى هنا كده. بصوا الفريك احنا حطيناه ازاي. هاخده بقى كده احطه تحت الحنفيه اشطفه كويس، وبعد كده اصفيه بالمصفى اهو زي ما انتم شايفين كده، واروح احطه على الكبد والقوانص وهوريه لكم بقى. خليكم معايا. بصوا حبايب قلبي كده صفيت الفريك بعد ما شطفته كويس وهو في الحله، وحطيته على الكبد والقوانص وحطيت المرقه وحطيت كل حاجه. ما بنحطش ميه، الفريك لسه شارب ميه، ما بنحطش ميه عليها تاني، وبنسيبه كده واطي عليه. اي ميه بقى نزلت من الكبد والقوانص نزلت من الفريك تشربها. وبعد كده ان انتوا تحشوا بيه الحمام بقى، تحشوا بيه الفراخ، تحشوا بيه اللي انتوا عايزينه. بصوا انا هسيبه يتشرب ويبرد وهوريكم بقى واحنا بنحشو مع بعضينا. ماشي، خليكم بقى معايا. بصوا حبايب قلبي ادي الفراخ اديني متبلاها. بصوا بالبصل والبهارات وكل حاجه، وبصوا فتحاها ازاي من جوه حلوه، على اساس ان انتوا تقدروا تحشوا كل حاجه. عايزه اوريكم بقى حاجه مهمه وحاجه يعني معلومه مهمه جدا. الفرخه دي بصوا حلوه، هي فرخه الحشو. بصوا انا عملنا ايه. بصوا هنا الصدر بتاعها كسرته. بصوا اهو، دوسي على الصدر كده تكسري الصدر اهو. الصدر كده يتكسر. ليه يا عبير بتكسر الصدر؟ هقولك. ادي انا شفتها من شيف في محل. الفرخه تكون صغيره ولا الحمامه تكون صغيره، اكسر الصدر. هتتفرجوا عليها اول ما هنحشي، هتتفرجوا على جمالها هتبقى عامله ازاي. بصوا حلوه وكبيره وجميله ازاي. هتتفرجوا عليها اول ما تتحشي. ده الفريك. خشوا بقى تشوفوا الفريك. طبعا انا سبته دلوقتي كده علشان خاطر ان هو ايه، يعني يتهوى شويه. ما تحشيش الحاجه وهي سخنه. انا حاطه كده عشان يتهوى. وطلعت هنا كيس ملوخيه من اللي احنا مخزنينه مع بعض. بصوا الملوخيه دي انا بخزنها في شويه شوربه صغيره مع واحده مرقه وحته تومه وشويه سكر وشويه كزبره ناشفه. وبعد كده تحطي عليها الشوربه بتاعتها تاخد غلوه واعملي الطشه. مفيش اكتر من كده. هنحشي مع بعض الفراخ وهوريها لكم واوريكم العظمه والجمال بتاعتها. خليكم معايا حبايب قلبي. بصوا حشيه الفراخ، بصوا الجمال والعظمه. بصوا الفرخه الله اكبر. بصوا بقت حلوه وجميله ازاي لما بنكسر الصدر وبنملاها. بصوا بتبقى جميله. الفرخه دي كانت اقل من نص كيلو. ملحوظه بقى، بنجيب سكينه ونعمل نغزه هنا ونغزه هنا ماشي، ونغزه في الظهر. واول ما بننزلها في الشوربه بننزلها على ظهرها. دي بتستوي بقى. هطلعها يكون طشيت الملوخيه وهحمرها واوريكم احلى سفره. خليكم معايا حبايب قلبي. خلصت. ايه رايكم في السفره بتاعتنا الحلوه الجميله؟ ايه رايكم في الحلويات؟ بصوا الفراخ وجمالها، ولا الفريك بقى المفلفل، ولا الملوخيه مع الليمون بالعصفر بتاع الحاجه؟ ايه رايكم في اكلتنا الحلوه؟ تعالوا يلا اتفضلوا معانا. وتحياتي مطبخ عبير وماما على اليوتيوب وعلى الفيس وعلى التيك توك. بشوفكم في كل جديد واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.